3 شخصيات كل واحد شايف العالم بطريقة مختلفة، وكل واحد حاسس بإحساس مختلف. انت مين فيهم دلوقتي وتقدر تبقى مين فيهم بعدين؟ فكر فيها. الأول هنا شخص عنده شعور مبالغ فيه بالاستحقاق، نرجسي، ما يهموش غير نفسه وبس، ما عندوش مشكلة يتعدى على حقوق أو وقت أو مجهود غيره، عايز يتكلم هو بس ويتسمع هو بس ويتبسط هو بس. وممكن مع الوقت يتحول لمجرم فيسرق من غيره مثلا أو ينهي حياة غيره، لأنه شايف نفسه يستحق أكتر من اللي يملكه. عكسه الناحية التانية رقم 3، شخص عنده شعور بعدم الاستحقاق، بيفرط في حقوقه المشروعة، انهزامي، مستسلم لدور الضحية وعجز، بيهرب من كل المواجهات حتى لو له حق، ما بيعرفش يطلب حقه بذكاء وبأدب، فبيفرط في حقوقه المشروعة بسهولة، وممكن يوصل بيه الغباء إن يؤذي نفسه أو يسمح لغيره يؤذيه. أما هنا هتلاقي شخص رقم 2 ما بيفرطش في حقوقه ولا حقوق غيره، وبيعمل اللي عليه في حدود المتاح عشان يثبت نفسه لنفسه مش للعالم. العالم مش دايما هيديك اللي تستحق، ومش مضطر يديك اللي تستحق، ومع ذلك ده مش معناه انك تفرط في حقوقك او في حقوق غيرك.